تستمر جبهة البوليساريو في إثارة الجدل حول الصحراء المغربية، حيث تواجه انتقادات واسعة تتعلق بجرائم حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاختطاف والتعذيب. في هذا الفيديو نكشف النقاب عن بعض هذه الفضائح ونستعرض التأثيرات التي خلفتها على الضحايا والنزاع بشكل عام. تأسست جبهة البوليساريو في عام 1973 بهدف الاستيلاء على الصحراء المغربية. رغم مرور عقود على النزاع، لا يزال الصراع مستمراً، مع العديد من التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجبهة. من بين هذه الانتهاكات، تأتي عمليات الاختطاف والتعذيب كأحد أبرز القضايا المثيرة للقلق. تشير التقارير إلى أن جبهة البوليساريو قد ارتكبت العديد من حالات الاختطاف والتعذيب. وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان والشهادات من الضحايا، فقد تم اختطاف العديد من الأفراد بشكل غير قانوني من قبل عناصر الجبهة، واحتجازهم في ظروف قاسية. يزعم أن هؤلاء الأفراد تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، مما أدى إلى معاناتهم الكبيرة. تشير بعض التقارير إلى أن الجبهة استخدمت أساليب التعذيب الشنيعة، بما في ذلك الضرب والتعذيب النفسي، وذلك كوسيلة للضغط على الأفراد وممارسة السيطرة عليهم. يعاني الضحايا وعائلاتهم من الألم المستمر والقلق بشأن مصير أحبائهم. أثارت هذه الانتهاكات ردود فعل قوية من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. دعمت العديد من الدول والمنظمات الدولية التحقيقات في هذه الانتهاكات، وطالبت بوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى توفير الدعم للضحايا وعائلاتهم. على الصعيد المحلي، قامت السلطات المغربية والجهات المعنية بتوثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى المجتمع الدولي، مما ساهم في زيادة الوعي حول هذه القضايا وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق العدالة. تلعب هذه الانتهاكات دورا كبيرا في تعقيد النزاع حول الصحراء المغربية، فالتقارير عن عمليات الاختطاف والتعذيب تسهم في تعزيز الشكوك والعداء بين الأطراف المعنية، مما يعوق جهود السلام والاستقرار في المنطقة. إن فهم هذه الانتهاكات والتصدي لها هو خطوة أساسية نحو تحقيق حل عادل وشامل للنزاع. إن الكشف عن فضائح الاختطاف والتعذيب المرتبطة بجبهة البوليساريو يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الوعي وتحقيق العدالة للضحايا. من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي دعم جهود التحقيق ومحاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة. من خلال تعزيز حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة، يمكن تحقيق خطوات ملموسة نحو السلام والاستقرار في الصحراء المغربية.